هي ليه البنات بقت أنضج مننا كرجالة في موضوع زي الجواز؟ وليه الجواز بدأ يتقال عليه إنه مشروع فاشل من قبل حتى ما يبدأ؟ أنت طول الوقت بتكون حابب تتجوز، ويمكن أصلا تكون استثمرت نفسك في علاقة أو أكتر عشان الغرض ده، لكن هل فعليا إحنا بنستثمر بشكل صحيح في حاجة زي الجواز؟ دي حاجة لفتت نظري مؤخرا، وأنا بدور إزاي أكون شخص فعليا مستعد للجواز، أو بمعنى صح لما بتحس بمشاعر الحب تجاه شخص ما، بحيث إني مظلمش الشخص ده معايا. لكني طبعا اتفاجئت من كمية الأمور المطلوبة، واللي مش شايف إنها مشكلتنا إحنا كشباب بقدر ما هي مشكلة المجتمع نفسه أو النظام اللي إحنا ماشيين بيه. ومحدش طبعا بيوعي الشباب أصلا بأهمية حاجة زي دي في استمرار جوازهم بشكل سعيد. ثم في النهاية كل الناس بتطلع تذم في الجواز وتكرهك فيه، وإنه يعيش نكد وخلافه من الآراء اللي إحنا بنسمعها في المجتمع بتاعنا، ويشجعوك على عدم الجواز. وده اللي بدوره بيدخل الناس في سكك مش طبيعية، لأن كل ده مخالف للفطرة السليمة بتاعتنا. فأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حسونا يتكلم، هنناقش فيها إن شاء الله القضية دي النهاردة. أول حاجة، في مشكلة مجتمعية عشان أكون أمين يعني، لفتت نظري في الفترة الأخيرة لما بقيت مهتم بحوار الجواز، وإن أنا أحضر فيه زي دورات أو كورسات وكده. لقيت ظاهرة غريبة جدا، وهي إن في الدورات اللي أنا بحضرها سواء كانت أونلاين أو جروبس يعني بقرا فيها عن النقاشات والحاجات اللي زي كده، عدد البنات بتفوق الولاد بكتير. يعني مش هقول لك مثلا نسبة متقاربة، لا بكتير. وبصراحة ده أدى، يعني من وجهة نظري الشخصية من قراءتي لآرائهم وتحليلاتهم، نبتعد يعني عن تويتر والحاجات الهجص اللي بتطلع عليه، بس أنا بتكلم عن الناس اللي هي بتتكلم فعليا كنقاش فكري محترم يعني. أنا شايف إن هم بقوا أنضج من الولاد في الحاجات المتعلقة بالزواج. هنا هيظهر حد يقول لي طب ما أنا ما عنديش وقت ومش فاضي وبجهز نفسي ماديا، ده من الولاد يعني، أو حتى من البنات، في ناس برضه دي وجهة نظرها. هقول لك عندك حق، بس خلينا نفهم في حلقتنا النهارده الموضوع ده بشكل تفصيلي يعني. طبعا بتمنى انكم تكونوا بأحسن حال، وان رمضان يكون كريم عليكم وربنا يغفر ذنوبكم. طيب ليه انا اخترت ده الوقت ده، وليه شايف ان هو انسب وقت انت تبدأ انك تستعد فيه للجواز؟ ببساطة لان ده اكتر وقت انت اصلا فاضي فيه في حياتك، حتى ولو بشكل نسبي. فمثلا دلوقتي انت عندك متسع من الوقت تشوف كورسات، تتعرف على حد، تعرف نفسك اصلا، ودي شق مهم جدا يعني محدش واخد باله منه. فلو هتكلم على مستوانا احنا يعني كطلبة للطب وفي عمر الامتياز، ده المتاح. طب بعدين بسنتين، مش هقول لك كتير يعني، انت هتكون راجل نايب. حتى وقتك الفاضي كل اللي ممكن تحلم بيه انك تاكل اكلة كويسة وتنام نومة متواصلة. مش هيكون عندك دماغ تقعد بقى تذاكر وتدرس وتشوف مين مناسب ليك ومين مش مناسب. ده انت يا راجل ربنا يعينك لو عرفت تنام اصلا، انت مثير للشفقة اصلا. وعلشان كده سواء كنت ناوي اصلا تاخد خطوة زي الجواز او الخطوبة او الحوارات دي كلها دلوقتي او بعدين، فمن الضروري انك تستغل الوقت ده في فهم الجواز واطاره الهام، لان انت كده هيكون عندك حجر الاساس اللي هتبني عليه في المستقبل. فحتى لو حبيت تاخد الخطوة دي يا عم بعدين بعد سنين، هتكون عارف نفسك وعارف اختياراتك وعارف معاييرك وانت محتاج ايه ومتوقع ايه من الجواز، فانت بالفعل خلاص جاهز على الخطوة، انت باقي لك اختيار الشخص. اهو على الاقل يا عم احسن من الفضل اللي انت قاعد فيه دلوقتي، لو انت يعني الموضوع كارف له على الاخر، احسن من الفضل اللي انت قاعد فيه وما بتعملش حاجة. طيب حابب بس يعني دي الموضوع كله عبارة عن مناقشة عن ظاهرة انا شايفها، وتمهيد لحاجة انا حابب ان انا اتكلم فيها، وهي ان انت ازاي تبذل مجهود آه، في حوار الجواز يعني. فهي اصلا ايه اركان الجواز؟ اركان الجواز بعد بحث طويل يعني وعميق انا اكتشفت ان هم شقين ملهمش تالت: الشق النفسي والشق المادي. طبعا الاتنين مهمين وبنفس القدر، مينفعش تهمل جانب على حساب جانب تاني، وكل جانب معقد اكتر بكتير ما انت متصور. فعلشان كده انا بفضل نعمل عن كل واحد فيهم حلقات منفصلة، بحيث يكون نقدر نغطي الموضوع بشكل اكثر شمولية. مشكلتنا مثلا حتى في البحث عن حاجة زي الجانب المادي إننا بنبص عليه بس، وحتى الجانب المادي نفسه مش بنبص عليه بالشكل المطلوب.
فممكن توصل لمرحلة إنك راجل ثري ثراء فاحش، لكنك فاشل زوجيًا أصلًا. وهنا أنا مش باقول حد منهم أحسن من حد، أنت حتى نظرتك لحوار الماديات أحيانًا بتكون قاصرة جدًا، فاكر إنه مهم تكون بتعرف تكسب فلوس وبس، لكن الموضوع أوسع من كده بكتير. وعامةً هنناقش التفاصيل دي قدّام شوية إن شاء الله. طيب سؤال تاني، هل الجواز حلو والّا وِحِش؟ دي بقى قضية أنا بحثت عنها في كل حاجة ممكن تتخيلها، قصص ناس، كُتب، مقالات، نصايح دكاترة نفسيين، تجارب ناس على الفيسبوك. فتوصلت لحاجة مهمة الصراحة، إنه بعد قضاء الله وقدره يعني، إنك ممكن تكون أحسن حد في الدنيا وده الابتلاء بتاعك. ابتلاء في الدنيا مش معناه إن هو عقاب بقدر ما هو اختبار لصبرك، يعني كلنا مبتلين. ده مش بلاء بمعنى إن هو عقاب بقدر ما هو اختبار لصبرك يعني. الجواز حلو أو وِحِش دي حاجة أنت اللي بتقررها لنفسك. إيه ده لحظة معلش أنت بتقول إيه؟ يعني ممكن حد يختار إن جوازه يكون فاشل؟ هاقول لك آه، بكل صراحة آه. اختار كده لمّا بتكون مش عارف إزاي تتعامل مع حاجة زي الجنس الآخر وطبيعته المختلفة عنك، فتلاقي رجالة مش فاهمة طبيعة الستات، في حاجة مثلًا زي إن الست عندها رغبة في إن هي تكون أفضل ما يمكن، وبتهتم بأدق التفاصيل. سبيل المثال لو أنت خارج معاها، هتلاقيها مهتمة حتى بلون الشراب اللي بتلبسه، ودرجات اللون الأحمر المختلفة اللي أنت بالنسبة لك كراجل كلّهم لون أحمر ومش فارقين. دي طبيعتها، فما ينفعش تدخل معاها في صدام فيها، لأن ببساطة دي هي الأنثى. أنت مثلًا بتكون جاهز في 5 دقايق، خلاص ده لأنك أنت الراجل، بكل بساطة يعني. الراجل على سبيل المثال بيحب يحس إنه مُقدّر وليه قيمة، فما ينفعش بقى أنتِ كست تقعدي تعملي حركات تختبري بيها الموضوع ده، وندخل في صدامات مع بعض. في برضه حتّة تانية إن الرجالة بتحب نقطة فعل اللاشيء حرفيًا، هو ممكن يقعد باصص للسقف مش بيعمل أي حاجة، دي ممكن لو اديتِ له يومين أجازة يقضيهم كده عادي، في ناس كتير كده. الستات لأ، لازم هتلاقيها مشغولة بتعمل حاجة معيّنة، حتى لو بتتفرج على مسلسل مثلًا، ودي حاجة تبان إن هي تضييع للوقت، بس هي بتعمل حاجة still بتعمل حاجة. فكونك كشخص فاهم طبيعة الجنس الآخر، ده بيساعدك إنك تخلق معاه مساحة أفضل، كل طرف بيكون فيها فاهم التاني وعارف إمتى يتنازل، لأن برضه جزء التغافل ده مهم في الجواز، ويمشّي الدنيا، وإمتى نُقف بقى لبعض ونتحاسب. هكذا بقى كل حاجة، أنا قُلت مثال يعني، قُلت مثال إزاي أنت ممكن تحدد إن جوازك ناجح والّا فاشل، لكن في جوانب كتير تانية ممكن تتكلم فيها يعني. فبقدر ما بتتعلم وبتحاول إنك تنجّحه، الجواز بينجح معاك، زيه زي أي مشروع في الدنيا، كل ما تبذل فيه مجهود كل ما هيدّيك أكتر. فكل حد بيقول لك تجربته لازم تكون فاهم إنه بيقول لك تجربته على قد اللي هو عمله بالضبط. فلمّا حد ييجي يقول لك إن الجواز حاجة فاشلة، لازم تكون فاهم إن هو جزء من الحاجات اللي ساهمت إن الجواز ده يكون فاشل. لمّا حد ييجي يقول لك إن الجواز هو أحسن حاجة في الدنيا، لازم تكون فاهم إن هو وشريكته كانوا جزء مهم جدًا من نجاح مشروع زي ده. في النهاية الجواز ما لوش كتالوج ولا road map تقدر إنك تمشي عليها، هو عبارة عن حياة منفصلة، كل طرف فيها بيكون ليه دور، المهم إن هي بتتفصّل على الاتنين دول. فمهم برضه إن هي مش كل واحد فينا يعمل الحاجة اللي في مزاجه وخلاص وإن إحنا مرتاحين، لأ، تكون بتلِف وتدور في إطار الدين والقواعد المجتمعية الناضجة والصحيحة. فعشان كده حبيت إن إحنا نستغل الفترة دي ونتكلم بشكل أوسع في حوار زي الجواز، وأنا طبعًا ما مرّيتش بتجربة زي الجواز ولا حتى الخطوبة علشان أنصح الناس ولا كلامي يكون مسموع. أنا بس حبيت إني أصيغ التجارب اللي أنا سمعتها أو قرأت عنها بصورة مفهومة لينا كشباب، وعلشان برضه آآ يعني أنصح الشباب إن هم يدوّروا ويبحثوا ويطوّروا من نفسهم في حوار زي الجواز، عشان الناس بقت بتنفّر منّه، فحبيت ألفت نظركم إننا لازم نتعب ونبذل مجهود علشان الجواز بتاعنا يكون بشكل يليق بينا كبشر يعني. وبس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرًا على حسن استماعكم ووصولكم لحد هنا، وأشكركم شكرًا جزيلًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.